الشعب يريد أفريقيا يا عميد. حابب أوجه تحية للكابتن حسام حسن والجهاز الفني واللعيبة على الأداء الرجولي في ماتش كوت ديفوار، وهو ده بصراحة اللي احنا كنا مستنيينه. عموما وزي ما قلنا قبل كده إن منتخب مصر مؤخرا بعد فترة حسن شحاتة بيبدع ويتألق لما يكون في موقف الأندر دوج، وده بيفسر المستوى اللي ظهرنا بيه في ماتشات قدام فرق زي أنجولا وبنين، والفرق الكبير في الأداء لما لعبنا منتخب جامد زي كوت ديفوار. نخش بقى في الموضوع على طول عشان عندنا طار بايت مع السيد ماني ورفاقه. ازاي يا عميد تكسب السنغال في 3 خطوات بدون معلق؟ رقم 1 الهدوء. شفت يا عميد لما سمعت كلام اخوك الصغير الظاهره وما نطيتش في كرش حد وشك نور ازاي؟ حالتك على الخط ايا كانت ايه هي بتتنقل للعيبتك. الهدوء مطلوب، خصوصا ان الماتش ده هيتعقرب اكتر بكتير من الماتش اللي قبليه. 2 الشراسه. كابتن حسام، العالم الصيع دول بقالهم فترة عاملين معانا الغلط. آخر 10 سنين لعبنا السنغال 5 مرات، خسرنا منهم 4. لا وإيه؟ واحدة في نهائي كأس الأمم، وواحدة في آخر جولة أو جولة الصعود لكأس العالم. يعني من الآخر اللعيبة لازم تنزل وهبة روحها لله. حوار السنغال ده لازم يخلص يا كابتن حسام. طارنا مع السنغال لازم يتاخد بكرة. 3 استغلال الفرص. أهم حاجة بقى في الكلام ده كله، ودي من الاسباب اللي خلت ادائنا شكله حلو قوي قدام كوت ديفوار، ان احنا ما ضيعناش كتير. ربع الفرصه اللي هتيجي لازم تبقى متشمعه في الشبكه، ده كمان لان منتخب السنغال اشرس بكتير من كوت ديفوار هجوميا. ربنا يستر من كابتن محمد الشناوي عشان بصراحه انا جبت اخر منه. قولوا لي في الكومنتات ايه انسب تشكيل نبتدي بيه الماتش بكره. لو وصلت لحد هنا في الفيديو حابب اشكرك اشكرك. ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه من الكامب السخان، ويا رب نصعد. سلام.